بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الكرام، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. معكم معاد تيجاني. إخوتي، قبل أن أبدأ في الفيديو يرجى الاشتراك، وضع الجيم، بارطاج. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. إخوتي، بالنسبة للناس اللي راها تربي المقنين والكناري وغيره، في بعض الأحيان أنا استخلصت حاجة من تجربتي الطويلة في هذا الميدان. الطير شحال ما تسهلا فيه، وشحال ما تزيد فيها، كما نقولوا حنا تزيد فيها، راح راح يكون هناك نتائج عكسية. راح يكون نتائج عكسية. أنت كي تهلا فيه، الهدف تاعك أنه المناعة تاعو ترتفع، يوجد لك ليه تولي مناعته قوية. ولكن صراحةً راح تلقى العكس. واش راك حاب؟ صحيح؟ خاصةً البذور، ولا الباطي، ولا البيض. خصكم تعرفوا إخوتي الكرام أنه بكري كنا نربو المقنين، ولا الكناري، ولا المولي. كنا نربيوه فقط بالبراقة. البراقة، ونعطيوه السلاطة، نعطيوه منين داك، السيبيا، البيض، لا يزيد عن ذلك. وما كناش نعرفوا هاد الأمراض مثل انتفاخ الكبد، انتفاخ الأمعاء. الأمراض كانت قليلة، قليلة جدا جدا. أما الآن فراكم تشوفوا خلطات البذور اللي موجودة، ما شاء الله، على كل نوع. ولكن خصكم تعرفوا إخوة الأعزاء أنه المقنين في الكاجا، في المقنين في القفص، أو الكناري في القفص، ما يعملش مجهودات كثيرة. واش حاب يقول هذا الكلام؟ أنه لا يحرق السعرات الحرارية كثيرا. وانت بما انك راح تعطيه مثلا خلطة بذور تكون غنية بالبذور الزيتية، البذور السوداء هذه غالبا ما تكون زيتية، مثل بذور النيجر، القنب، زريعة الكتان، الفيجل إلى آخره. هاد البذور زيتية يا جماعة الخير. هاد البذور، تخيل انت راك تعطيه الدهون، والمقني ما يحرقش. واش راح يصرى؟ راح الكبد تاعو ينتفخ. الكبد تاع اول حاجه راح تصيبه، راح تضر له الكبد. اما كي يكون فيه سلاكه ويطير والمكان متسع، معليش تقدر تعطيه هذيك الخلطه كما هي، ماشي مشكل. لهذا خاصكم دائما جماعه الخير في القفص المقنين تبيض له الخلطه الماكسيموم بالبراقه. خصك الخلطه تاع البذور كي تشوفها بيضة، ما تشوفهاش سوداء. هذه اول حاجه. ثانيا البيض يا جماعه، او الباطي. الباطي ثاني غني بالبروتينات والدهون، هو والبيض. البيض فيه صفار. البيض جماعه الخير، هذاك الجون دوف، الجون دوف هذاك راه غير دهون. هو مفيد، ولكن كي تكثر منه راح يهلك الطير. انت يبان لك راح تتهلا فيه، ولكن راح تهلكه بكل صراحه. لهذا البيض جماعه، اذا عطيته هو الباطي، اعطيه مرتين في السمانه، كاقصى حد. صحيح يا جماعه الخير. ثاني البذور اللي راح تفيد ان شاء الله الطائر، اللي تقدروا تهلاو فيه، زريعه الشوك جماعه الخير. زريعه الشوك تحتوي على نسبه من الكولين، راح تفيدو ان شاء الله، راح تفيدو الكبد تاعو. زريعه الشوك تقدروا تعطيوها مرتين حتى لثلاث مرات، غير بالكودي، حاجه قليله برك، ما تكثرش. لانه اي حاجه يا جماعه اذا زاد شيء عن حده انقلب لضده. صحيح يا جماعه الخير. هذا الفيديو بارطاجيوه، الله يحفظكم. باذن الله راه جاي فيديو اخر باش نستحفظوا على صحه الطيور تاعنا. صحيح، خص البرنامج يكون معتدل. الخضار يا جماعه الخير، الخضار ثاني. الخضار تقدروا ان شاء الله ديروا نهار بنهار، ماشي مشكل. وقادر تعطيوه حتى يوميا، بصح ما تكثروش، حاجه خفيفه. اذا مثلا تعطي السلطه، ولا قادر تعطي غير حاجه خفيفه برك، قادر حتى يوميا، ماشي كاع مشكل. الطير ما تقبله لا دياري لا هم يحزنون فقط. ولكن ما تكثرش، ماشي تعطيه ورقه قدرها هكا يوميا تقول لي لا دياري وما على باليش. لا، اعطيه حاجه قليله ان شاء الله، ولا اعطيه نهار بنهار ان شاء الله. صحيح يا جماعه الخير. هذا ما كان. بارك الله فيكم، بارطاجيو، والله يحفظكم.